سلام، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهارده وصلت اخيرا بيجامات العيد، وكمان بيجامات عيد الام. جبت لماما بيجامه عيد الام وبجد طلعت فظيعه. ولو انت عروسه فالفيديو ده ليكي، لان انا لقيت لك الماركه اللي بتحلمي بيها. اشكال البيجامات الفيمينين الرهيبه، الخامه كانك لابسه بجد لاكجري براند. فيلا بينا نبتدي. وطبعا ليكم كود خصم هيديك 15% خصم، ولو انت عايزه لينك وسيط في مصر هسيب لك لينك الوسيط تحت. ويلا بينا نبتدي الفيديو. جيت لكم على جنب شويه عشان هنا اوريكم البيجامات، ويلا بينا كده اوريكم البراند الرهيبه اللي اكتشفتها على شي ان، وهي براند اسمها لافليت. ده كده بيبقى الاسم بتاعها. وبصوا حتى الباكجنج بتاعها يا جماعه حاجه كده لاكجري بجد. انا مش عارفه ازاي ما كنتش عارفه البراند دي خطيره يا جماعه. تعالوا اوريكم كده نبذه من البيجامات اللي موجوده في الماركه ديت. اول واحده بنات هي البيجامه دي. بصوا لونها عجبني جدا، بس لما جت لا يا جماعه، لا يا جماعه دي احلى وحياه ربنا. فعليا هي احلى من الصوره بكتير. بصوا اللون، بصوا اللون يا جماعه، درجات الاخضر مع اللون البينك اللي هو البينك بتاع البنات ده، عارفينه؟ حلوه قوي، حلوه قوي. بصوا الكم، اصلا تفاصيل الكم عامله ازاي، خطيره خطيره. وعايزه اقول لكم ان في البيجامات دي يا بنات جيبوا مقاسكو الترو سايز، لان انا كبرت في كذا واحده لقيتهم كبار، ولما جبت مقاسي يعني دي الوحيده اللي انا جايباها مقاسي بالظبط وطلعت يعني انا مش محتاجه اكبر، هي مظبوطه ومش ضيقه ومش واسعه. فجيبوا مقاسكم المظبوط في البيجامات بتاعه لافليت بجد. عايزه اقول لكم بقى ان الخامه بتاعه الستان بتاعتها تحفه، حلوه جدا، مش بتعمل كهرباء. الستان اللي تحسيه غالي دوت مش الستان معلش الرخيص، لا، في فرق كبير قوي. اللي بتجيب بيجامات ستان على طول هتعرفوا. بعد كده اخترت البيجامه دي، والبيجامه دي تعتبر من البيست سيلر عندهم. بصوا يا جماعه، بصوا اصلا، بصوا اللمعه، مش عارف يعني باينه على فكره. بصوا اللمعه بتاعت الستان بتاعتهم، لمعه باينه وواضحه، جميله جميله. يا رب يكون باين عندكم اللمعه بتاعت الستان وقد ايه شكلها حلو. بصوا الياقه بتاعت البيجامه دي، شايفين اللمعه بتاعت الستان تحفه. والكم بتاعها بصوا بيجي كده هنا. دي بقى انا جبتها مقاس اكبر مني، الخضره انا جبتها مقاس ميديوم، دي مقاس لارج. وبصوا كبيره عليا، لان كنت لو جبت ميديوم كانت هتبقى مظبوطه جدا عليا. حتى انا دخلت جنب كده جوه، شكلها حلو قوي، عجبتني جدا. بعد كده قلت اغير شويه في الخامات وهنرجع تاني للستن. تمام، اخترت البيجامه دي. البيجامه دي خامتها بنات 56% قطن، وفي الاستن خامتها قطن بارده كده وفي نفس الوقت ستريتش. جبت منها، مش عارفه ايه اللي خلاني اعمل كده الحقيقه، فانا جبت منها مقاس لارج وطلعت كبيره كبيره. يعني انا كان يا دوبك اجيب ميديوم، وكنت ممكن اجيب سمول كمان على فكره. تحفه، الخامه بارده اصلا. اللون البيبي بينك ده خطير خطير خطير، حلوه جدا. خامتها ساقعه وحلوه قوي قوي للبنات اللي بتحب البيجامات البيزك. تمام، البيجامات دي بتبقى إليجانت كده وشيك جدا الحقيقه، فعجبتني قوي. والبنطلون بتاعها واد لك كده خطير، بس تبقي عامله حسابك ان هي شفافه. يعني بصوا هي شفافه، شايفين؟ تمام، لكن خامتها حلوه جدا. نرجع تاني للستن المشجر، واخترت البيجامه دي. الوانها طلعت خطيره يا بنات. ودي بقى جبت منها مقاس لارج وطلع مظبوط. دي بقى جبت منها مقاس لارج وطلع مظبوط. بصوا يا جماعه، بصوا الالوان والجمال. بصوا، يعني هي اصلا عايزه اقول لكم ان هي على الحقيقه احلى من الموديل، احلى من على الصور. اللمعه، بصوا اللمعه بتاعت الستن، شايفين اللمعه؟ شايفين؟ يا رب تكون باينه عندكم بجد، نفسي تكون باينه عندكم اللمعه ازاي خطيره والالوان فظيعه ازاي. ونسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا، انا عايزه اقول لكم ان كل البيجامات دي كلهم فيهم جيوب.
كلهم، ودي حاجه بالنسبه لي خطيره. انا بعشق البيجامات اللي فيها جيوب، ومش دايما، هو اصلا 3/4 او 90% من البيجامات الساتن ما بيكونش فيها جيوب، دول كلهم بجيوب، كلهم. انا مبسوطه جدا والله، مش قادره اقول لكم سعيد قد ايه. نيجي بعد كده للبيجامه دي، تبان لكم ان هي بيجامه عاديه ساتان عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه، لكن لا يا جماعه، بصوا البيجامه دي انا جبت منها مقاس اكس لارج، طلعت كبيره زي ما انتم شايفين، كنت محتاجه ان انا اجيب ميديوم، يعني حقيقه مش لارج، ميديوم. تمام. فبصوا يا جماعه، يعني هي من بعيد تبان عاديه ساده، لكن بصوا هي من قريب خطيره، فيها التجزيعه كده بتاعت الخشب، حلوه جدا جدا، واللمعه طبعا يعني خطيره. نيجي بقى لبيجامه عيد الام يا جماعه اللي انا جبتها لماما، وعايزه اقول لكم ان هي تعتبر من احلى البيجامات اللي انا جبتها، سواء في الشكل سواء في الخامه، بجد خطيره، لان هي قطن، 95% قطن يا بنات. اول حاجه بصوا ده شكل البيجامه، انا جبت منها مقاس كبير، مقاس اكس لارج، وعايزه اقول لكم ان هي تعتبر اكس لارج على واسع، يعني البيجامه دي الستايل بتاعها ان هي تبقى واسعه. تمام. بصوا قد ايه هي، طبعا انا استاهل لكم عشان تشوفوها، بس هي طبعا كبيره عليا. تمام. خامتها خطيره، لونها خطير، لدرجه ان انا ان شاء الله اجيب واحده منها، لان انا بعشق الخامات القطن، وخاصه يا جماعه لو انتوا في بيت عيله او كده وعايزين تقعدوا بحاجه حلوه ومريحه وقطن وفي نفس الوقت محتشمه، فدي خطيره. ومن ميزات ماركه لافلت بجد، كل البيجامات هتلاقوا في البنطلون بتاعها تيكت كده، تمام، مكتوب عليه الخامات بالظبط. يعني بصوا مكتوب هنا، هحاول اصور لكم، مكتوب 95% كوتون و5% الاستين، اللي هي الايه، اللي هي الاسترتش البسيط اللي في القماشه ده. يعني البيجامه دي تقريبا قطن 100%. خطيره تتهني بيها يا ماما. وبس كده يا حلوين، انا بجد اول مره اجرب الماركه دي وانبهرت فعليا. انا مش عارفه ازاي الماركه دي كانت بتعدي من تحت ايديا، البيجامات خامتها فظيعه يا جماعه، كانك لابسه لوكسجري براند، حتى القصات والالوان. لو انت عروسه يعني ما تتردديش لحظه ان انت تجيبي من عندهم، ولو لحقتوا تطلبوا قبل العيد هتتبسطوا جدا. وعايزه اقول لكم كمان ان ليكم كود خصم تاني، ما تنسوش تستخدموه. وكمان تابعوني على الانستجرام عشان تشوفوا صور واضحه وريلز للبيجامات دي، واشوفكم ان شاء الله على الف خير. باي باي.